خلينا نقول انك معاك تيم وفي تاسك انتوا شغالين عليه وعايز تبعت لهم ريمايندرز ليهم كلهم، لكن مش هينفع طبعا تقعد تبعت لهم واحد 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 كل اسبوع ريمايندر مثلا. فدي تول بتساعدك تعمل كده. اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده عندنا حلقه جديده، والنهارده هكلمكم عن موقع اسمه فولوينج اب. وهو موقع حلو جدا وفكرته حلوه لو انت مثلا عندك تيم شغالين على تاسك معين وعايز تفولو اب معاهم، عايز تبعت لهم ميل تفكرهم بالتاسك بتاعهم، فده بيعمل كده. خلونا اول حاجه نخش على الموقع، طبعا هسيبكم في الديسكربشن، وبعدها نيجي نعمل ساين ان ويز جوجل، وبعدها كريت اكونت. مثلا هخش بالجيميل بتاعي، وده كونتينيو، هنلاقيه بيشتغل اهو بيحمل getting things ready. بعدها هنقول لي تايم زون بتاعك ايه، افريكا كايرو عشان انا في مصر، بعدها I agree، بعدها get started، بعدها privacy follow ups، بعدها next، بعدها كمان، بعدها next، بعدها next. طبعا هنا هيقول لك لو عايز تدفع فلوس يعني وتفتح كل التولز، لكن احنا هنعمل continue بالفري بلان ويدي لك 50 active follow up في المانث. دوس continue، بعدها ندوس close. دلوقتي هوريكم طريقتين. اول طريقه ازاي تبعت ريمايندر مره واحده، وازاي تبعت ريمايندر على طول او كل اسبوع على حاجه معينه. تعالوا مثلا دلوقتي ليتس سي ده الايميل الاساسي بتاعي، وانا عايز ابعت مثلا الايميل التاني بتاع القناه بتاعي اللي هو ده don't forget to like subscribe. حلو. وهبعت الايميل ده. طيب انا دلوقتي عايزه يتبعت ريمايندر مره واحده، بعدها هعمل ايه؟ هاجي هنا ادوس على نفس الخانه دي وادوس سي سي او بي سي سي على حسب. لو انت عايز الناس كلها تعرف مين اللي مبعوت لها الميل ده، يعني السي سي ده اي حد هيفتح الميل هيعرف مين كل الموجودين السي سي. يعني مثلا ليتس سي انا بعت له اكس وواي وزد، لو حطيتهم كلهم في السي سي، اكس لما يفتح هيشوف ان هو واي وزد مبعوت له، وواي لما يفتح هيشوف ان اكس وزد مبعوت له، وزد لما يفتح هيشوف برضه ان اكس وواي مبعوت لهم. لكن بي سي سي مش بيعمل كده. بي سي سي لا، بيبعت له هو لوحده، بيبعت له نسخه منه ومش بيعرف مين التانيين اللي وصل لهم الميل. فانا هحطه في السي سي مثلا، نكتب ايه 1 minute at followwapzen.com. ده هيبعت ريمايندر في خلال دقيقه واحده. فليتس سي دلوقتي ان انا بعت الميل ده 1 minute، طبعا انت بتقول له يبعته في خلال قد ايه. فبعت الميل ده وهفتح الايميل التاني بتاعي اهو، ادي اهو الميل جالنا زي ما انتم شايفين. والريمايندر بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن ان هو بيعمل ريبلاي على المسج دي بعد الوقت اللي انت حطيته. يعني احنا مثلا حطينا 1 minute فهيعمل ريبلاي بعدها ب 1 minute. دي اول حاجه هنجربها مع بعض واحنا بنتكلم مع بعض كده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت وشير، عشان ده فعلا بيساعدني قوي استمر. الدنيا ضغط الفتره دي، ف يعني لما الاقي دعم هلاقي انرجي ولاقي حماس اكتر ان انا اكمل. وكل ده انا بتكلم ومستنيين الايميل ان هو يوصل، المفروض في خلال دقيقه هيكون وصل. زي ما انتم شايفين جالنا اهو الايميل الريمايندر، ندوس عليه هنلاقيه مبعوت كريمايندر نو ريبلاي ات followup.com. هو كده بيعمل لك ايه، ريبلاي على الايميل تاني عشان تبص عليه كمان مره. ودي حاجه حلوه جدا اوتوماتيك على طول من غير ما انت هتحتاج بقى انك تتعب نفسك وتعمل كل الكلام ده. طيب ليتس سي مثلا ان انا دلوقتي عايز بقى ايه، ده تاسك متكرر او تاسك لازم كل اسبوع يتعمل، زي مثلا ان احنا نعمل سينك اب ميتنج، ان احنا نقعد مع بعض نتكلم نشوف ايه اللي حصل. وخد بالك على فكره بيبعت لك ان هو بعت الريمايندر. يعني هنا بيجي يقول لك ايه فولو اب سنت تو بيبو مش عارف ايه، فولو اب سنت بيقول لك ان هو بعت الريمايندر يعني. فتمام كده. طيب تعالوا بقى نجرب فكره ان هو يكون ريكيرنج تاسك او تاسك بيحصل على طول. طيب عشان نعمل كده، ودي عشان نتستها يعني هنحتاج وقت، بس هي working يعني انا اقدر اكد لكم كده ان احنا بنعمل ايه. اول حاجه ليتس سي برضو انا هبعت لشخص وبعدها هاجي في السي سي هحط بقى every كذا مثلا. طيب لو حطيت every minute هل هيبعت كل دقيقه؟ لا، لان هو كده هيكون الموضوع سبام، فمش هيعمل every minute. لازم يكون تقريبا البيريود 12 ساعه على الاقل، يعني لازم يبعت مثلا 12 ساعه وفي 12 ساعه كمان وهكذا. فعشان كده مثلا ممكن اقول every Monday او every مثلا every Friday at، ممكن اكتب follow up then اللي احنا كتبناها في الاول دي followupzen.com وموجود اهو. بس ممكن نختصرها بدل follow up then كلمة كبيرة نكتب fut.com. دي نفس الفكرة بالظبط. والسبجكت كمان مرة نقول له، ونيجي هنا في السبجكت نقول له hello world اي حاجة. كده كده الايميل ده احنا مش هنعرف نشوفه مع بعض ان هو هيتبعت الفرايداي الجاي غالبا. فدير ابراهام this is a recurring email best regards وهدوس send. طبعا هو هيبعته مرة في الاول كده كده
ده المرة الأولى كده مبعوتة مني، وبعدها هيكون في ريمايندرز. بس فده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، وازاي تعمل ريمايندرز اوتوماتيكلي على طول من غير ما تقعد تتعب نفسك بقى وتقعد كل اسبوع تبعت الميل والكلام ده. لا، الموضوع بسيط جدا. بس فده اللي كان عندنا النهاردة. شكرا جدا ليكم بالمشاهدة، متنسونيش باللايك، سبسكرايب، كومنت، شير. شكرا جدا ليكم على الدعم المستمر. مع السلامة.